السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا في خير وصحة وسعادة. النهارده هنعمل مع بعض حواوشي الطاسة، حاجة كده في منتهى الجمال. ان شاء الله هتجربيه بالطريقة دي بإذن الله وهينجح معاكي وهتكون احلى طريقة بإذن الله. بس قبل ما نبدأ الوصفة بتاعتنا يلا بينا نسمي الله ونصلي على الرسول ونشوف معانا ايه. اول حاجة كده انا هشتغل بنص كيلو من الدقيق، تقدري تضعفي الكمية زي ما تحبي. حط عليهم نص معلقة صغيرة كده من الملح، وهبدأ ان انا اجيب كوباية من المية بما يعادل حوالي 200 جرام من المية، ومعايا نص كوباية كمان. تمام. هبدأ ان انا نص كوباية الاخرانية دي هبتدي ان انا احطها واحدة واحدة علشان كل دقيق غير التاني طبعا. ففي دقيق هياخد منك كوباية ونص مرتاح، وفي دقيق ممكن ياخد معاكي كوباية وربع بس. تمام. انا المادة السائلة اللي استخدمتها النهاردة اللي هي المية، كانت حوالي 300 جرام من المية. تمام، كوباية ونص بالظبط. ابتديت ان انا انزلها على الرخامة كده، وابتديت ان انا الربع كوباية اللي فاضلة معايا ابتديت ان انا احطها واحدة واحدة واعجن. دي هتساعدك ان العجينة بتاعتك تعمل عرق معاكي وتنعم معاكي تحت ايديكي يعني، وتبقى سهلة وانت بتعجنيها. تمام كده وزي الفل. طبعا تقدري ان انت تعملي الخطوه دي في العجان، هتريحك كتير قوي. اول ما العجينه بتنعم معاكي وبتبقى بالشكل ده بتبقى فيها تلزيقه كده، نبدا ان احنا ننزل عليها بمعلقتين كبار من الزيت، معلقتين اللي هي بتاعه الاكل. تمام. هنبدا ان احنا ننزل عليها كده. اول ما بتنزلي عليها بالزيت بتحسي ان العجينه قطعت في ايديكي، وتحسي ان هي بقت كل حته لوحدها كده. كل ما هتعجني فيها كل ما العجينه هتلم على بعضها وهتنعم تحت ايديكي قوي قوي. تمام. يعني كده انا عجنتها حوالي ربع ساعة كده على ايدي، بقت بالشكل اللي حضرتك شايفاه ده. هو ده القوام اللي احنا عايزينه، عجينة طرية كده وفيها تلزيقة كمان، تحسي ان هي تحت ايديكي طرية قوي وانت شغالة. هبتدي على طول من غير ما اسيبها ترتاح ولا اي حاجة خالص، هبتدي ان انا اشكلها. هنا بقى هتعملي الرغيف زي ما انت عايزة، زي ما تحبي والحجم اللي انت عايزة تعمليه صغير زي العيش اللي هو السياح اللي احنا بنجيبه ده. تمام. عايزة تعمليه كبير، تمام زي ما انت عايزة. انا هنا عملت كل كورة كانت حوالي 100 جرام. ابتديت ان انا اجيب صينية جنبي كده ودهنتها بالزيت كويس جدا. لازم تدهنيها بالزيت علشان عايزين الرغيف ده وشه يكون متغلف بالزيت وظهره، علشان خاطر ما ينشفش معاكي ويعمل قشرة. العجينة هتكون طرية تحت ايديكي وسهلة التشكيل كده، هتعرفي ان انت تتحكمي فيها. هنبدأ بقى ان احنا نشكلها. وضروري جدا باكد عليكي ان لازم العجينة دي تتعجن كويس قوي قوي قوي، لان لو ما اتعجنتش وعملت عرق مش هتاخدي نفس النتيجة. تمام. هنبدأ بقى ان احنا نغلفها بالزيت كده من فوق ومن تحت ونحطها في الصينية، ونراعي ان ما بين كل واحدة والتانية نسيب مسافة كده علشان لما ترتاح ما تلزقش في بعضها. هبتدي ان انا اعمل الكمية كلها، وكانت الكمية دي نص كيلو، عمل معايا حوالي 8 أرغفة من الرغيف بتاع الحواوشي بتاعنا النهاردة. بعد ما بنخلص الكمية كلها بنبتدي ان احنا نغطيها بكيس تلاجة كده نضيف، وبعد كده بنسيبها بقى ترتاح خالص لحد ما نحضر الحشوة بتاعتنا. طبعا انا الحشوة بقى النهاردة هشتغل بنص كيلو من اللحمة. معايا بقى 4 بصلات متوسطين كده، على فص ثوم، على قرن شطة، نص قرن شطة، وحبة من الفلفل الاحمر واتنين من الاخضر. تقدري بقى ان انت تعملي زي ما انت عايزة في التشكيلة بتاعتك دي، تقدري تخليها كلها فلفل اخضر، ما تحطيش شطة خالص. عايزة تزودي الشطة كتري، يعني زي ما تحبي وزي ما انت عايزة. المهم ان ايه، تكون المقادير زي ما احنا عاملينها كده. هبتدي بقى ان انا اقطعهم كده وهضربهم في الكبة كويس قوي. ونراعي هنا برضو ان واحنا بنضرب لازم التقطيع بتاعك يكون خشن ما يكونش ناعم. لو ناعم معاكي مثلا في الكبة وانت بتضربي ونزل مية، بتبدأي ان انت تصفيه من مية وتاخدي الخليط ده بس نحطه على اللحمة، لان مش عايزين فيها سوائل، علشان بعد كده ما تخليش العيش يفتح معاكي ويفك معاكي ان هو يبوش يعني من السوائل. بدأت ان انا انزل الخليط، كان فيه حوالي معلقة كده من المية، ابتديت ان انا اصفيها مش اكتر من كده. بعد كده معايا 100 جرام من الدهن، وده دهن ضاني كان عندي في الفريزر، طلعت منه بس 100 جرام. ضربتهم برضو في الكبة، بيدوا للحواوشي ريحة حلوة قوي وطعم حلو. لو مش عندك حطي دهنة عادية خالص. طبعا علشان اللحمة بتاعتنا ما بيبقاش فيها دهون كتير، فبنضطر ان احنا نحط لها دهون ونطعمها. بعد ما فرمتهم بالشكل ده ابتديت ان انا احط عليهم نص كيلو من اللحمه المفرومه. هنا بقى معايا بطاطسايه مسلوقه،
بتسلقي بطاطسايه متوسطه كده وبتهرسيها كويس جدا 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 وبتحطيها على الخليط بتاعك. تمام، لازم تكون ناعمه كده وبوريه علشان خاطر ما تبقاش متكتله معاكي في الاخر. دي بتخلي اللحمه جوسي معاكي وبتخليها متماسكه كمان. هبتدي بقى ان انا اضيف التوابل بتاعتي. انا ما بضيفش توابل كتيره على الحواوشي، بدوب بحط مثلا رشه من القرفه، رشه من الجنزبيل، معلقه من سبع بهارات، شويه من الكزبره، شويه من الفلفل الاسود، وشويه من البابريكا، وبعدين بملحها. تمام. وطبعا الحاجات دي كلها ان شاء الله هسيبها لك في صندوق الوصف علشان تبقي ترجعي لها باذن الله. نبدأ بقى نخلط المكونات دي مع بعضها كويس جدا كده علشان تندمج مع بعضها. وبعد كده بنبدأ ان احنا نعمل كورة. على حسب بقى، بتحبي اللحمة كتير في السندوتش اعمليها كبيرة، بتحبيها صغيرة اعملي صغيرة. الحجم ده بتاع العيش وبتاع اللحمة تقدري ان انت تتحكمي فيه زي ما انت عايزة. تمام. هبتدي ان انا اعمل نفس الكور اللي انا عاملاها للعيش، يعني عملت 8 من النص كيلو على قد ال8 اللي انا عاملاهم من العيش. هبتدي بقى ان انا اكورهم كده واحطهم جنبي. وبعد كده هتكون بقى العجينة بتاعتك ارتاحت خالص وتقدري ان انت تفرديها بكل سهولة. هتبدأي ان انت تجيبي اول واحدة كده بتلاقيها بتتفرد معاكي سهل جدا. بتبدأي ان انت تضغطي عليها بس ضغطة خفيفة كده وتحطي اللحمة وتقفلي عليها. في الخطوة دي عايزة الرغيف بتاعك مليان لحمة ما تفرديش قوي، عايزاه اللحمة بتاعته بسيطة كده تبتدي ان انت تفردي الرغيف للاخر. انا طبعا ما بحبش اللحمه كتير في الرغيف، فابتديت ان انا افرد الرغيف بتاعي على قد ما اقدر. وطبعا بتفرديه، طبعا لو انت مش عايزه اللحمه كتير بتيجي تفرديه بتراعي ان انت تخلي بالك علشان خاطر ما يتفتحش معاكي كمان. ببدأ ان انا احشي الكميه كلها واحطها قدامي كده. وبعد ما بحشيها كلها ببتدي ان انا ارجع لاول رغيف عملته وببدأ ان انا افرده. حاجة كده في منتهى السهولة والطعم تحفة جدا جدا جدا. هنبدأ بقى نجيب اول رغيف كده وهنقفله وهنضغط عليه وايدينا تكون فيها دهنة زيت خفيفة خالص. واحنا بندهن تدهني ايدك زيت وبعد كده بتفردي الرغيف. لو انت عايزاه اللحمة بتاعته كتير بتوصلي مثلا لنص الحجم اللي انا عملته النهاردة، مش تفرديه زي كده، يعني تفردي النص بس علشان خاطر اللحمة تبقى كتير معاكي في السندوتش. تمام. انا فردته طبعا بالشكل اللي حضرتك شايفاه ده. اول ما بفرده ببتدي ان انا على طول اروح على الطاسة واسويه بحيث ان هو لا اول ما يجي يستوي او في قرب السوا بتاعه بقوم جايه فردة الرغيف التاني واخداه وهكذا. تمام. ببتدي ان انا اجيب بقى طاسة على النار وجنبي كده طبق فيه سمنة على زيت او ممكن زيت زي ما تحبي. وبعد كده بنجيب قطع صغيرة خالص من السمنة كده وبندهن بيها الطاسة. اول ما الطاسة بتسخن معاكي تبتدي ان انتي تنزلي الرغيف بتاعك وتهدي النار. تهدي النار بس ما تهديهاش قوي ولا تعليها قوي، عايزينها وسط كده علشان لو هديت قوي الخليط ده ممكن ينزل معاكي ميه. وطبعا لو كانت عالية قوي العيش هيستوي قبل اللحمة وهتبصي تلاقيه اتحرق معاكي من بره واللحمة لسه مستوتش. في الوقت ده بتبتدي ان انت تظبطيه كده في الطاسة. واول ما تحسي ان هو اتشمع زي ما حضرتك شايفة بالشكل ده بالراحة خالص كده باي معلقة او اي حاجة عندك تقدري ان انت تتحكمي في الرغيف وتقومي جاية قلباه. تفضلي بقى تقلبي فيه من هنا لهنا كده لحد ما تحسي ان هو استوى معاكي. وبعد كده بتبدأي ان انت تطلعيه. طبعا علشان انجز الوقت اشتغلت بطاستين ما اشتغلتش بواحدة، يعني تقدري تشتغلي باتنين كده جنب بعض هينجزوكي وهيخلصوا معاكي الكمية بسرعة. وانا هنا وانا بسوي كل ما بحس ان الطاسه بتاعتي او الجريل اللي انا شغاله عليه نشف كده بديله دهنه بالفرشه كده من السمنه او الزيت. تمام. دهنه بسيطه خالص كده علشان الرغيف بتاعك يبقى شكله حلو في الاخر وما ينشفش معاكي والعيش ينشف معاكي. وطبعا كان في دهن ضاني كده ابتديت ان انا اقطعه حتت صغيره واحطه في السمنه وانا بسوي الرغيف بتاعي لحد ما خلصت الكميه كلها بالشكل ده. ما بياخدش وقت كتير على النار، انت يا دوب بتقلبي فيه كذا مره كده. والنار وسط، عايزه تغطي عليه شويه بغطا غطي، مش عايزه تغطي يعني النار بتبقى هاديه معاكي. فبتبتدي بقى ان انت تقلبيه من هنا لهنا لحد ما بتخلصي الكميه كلها بتاعتك. ولو انت من الناس اللي بتحب تحط بقى جوزة الطيب وتحط توابل الحواوشي والحاجات دي تقدري ان انت تحطيها، مفيش اي مشكلة زي ما تحبي والطعم اللي انت متعودة عليه.
يلا بينا بقى نشوف العيش مع بعض عامل ازاي. حاجة كده في منتهى الجمال، الريحة والطعم ما شاء الله، والله حاجة في منتهى الجمال، تحفة جدا جدا جدا. ده بقى الرغيف اللي انا قلتلكوا عليه. ده ما كانش مليان لحمة زي ما بقول لكم، لكن انا عملت واحد مليان علشان خاطر لو حابة ان انت تشوفي ده وتشوفي ده زي ما تحبي وزي ما انت عايزة بقى الحجم ده في ايديكي. وبكده تكون وصفة النهاردة خلصت معايا. لو عجبك الوصفة بتاعتي متنسيش تحطي لايك وتسيبي تعليق من ايديك الحلوين، وبألف هنا وشفا مقدما ان شاء الله للي هيجربه. عايزة اوريكي قد ايه اللحمة متماسكة في الرغيف بسبب البطاطساية اللي احنا حطيناها، ما بتغيرش الطعم خالص، بل بالعكس بتخلي طعمه احلى واحلى. ان شاء الله اشوفكم بقى في وصفة جديدة على الف خير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.